واضح ان ربنا استجاب دعائي. النهارده جالي عريس، ولد محترم مؤدب زي الفل. انت عارفاه كويس، هو جارنا وزميلك في المعهد، اسمه حسن. طلب ايدك مني وانا وافقت. بجد يا بابا؟ حسن جه اتقدم؟ واضح انك موافقه وعندك استعداد للقبول. عموما هو شاب محترم وكويس وابن ناس، انا كنت عارفهم كويس قوي، كانوا جيراننا وناس طيبين الله يرحمهم. وبعدين الواد ده وسيم وشكله كده بتاع سيمه، واضح انه مخطط كويس لمستقبله. وشك احمر ليه كده؟ والله اللي تشوفه يا بابا يعني. والله مش هقدر اقول لك غير اللي تشوفه. اللي اشوفه. اللي تشوفه. طب اشربي بسرعه عشان نقوم نتمشى شويه. ماشي. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. ايه؟ هتسخطيني قرود ولا ايه؟ أبدا يا أخويا، ده أنا كنت ببخر البيت يعني عشان البركة تحل علينا. شيماء قالت لي إن أنت اتصلت بيها، قلت لها إنك عايزها وراحت لك. خير؟ كنت عايز اتكلم معاها، في منع؟ لا أبدا، لا أبدا. هي قالت لك على موضوع بندق؟ مش فاهم. أصل بندق الله يرحمه كان سايب لنا يعني مبلغ كده، فهو كان موصي صاحبه لو هو جرى له حاجه صاحبه يجيب لنا المبلغ ده لحد عندنا. فلما جاب لنا المبلغ قلنا ندفع بقى منه للايجار. بندق موصي صاحبه؟ اه. لا في خير والله. ايه تاني؟ لا ولا حاجه، مفيش اي حاجه. انا اروح احضر العشاء. مش عايز عشاء، اقعدي. اختي انا عايز افهم دلوقتي انت كنت فين وبتعملي ايه؟ انطقي والا اقسم بالله هرتكب جنايه النهارده. معقولة بالسرعة دي؟ والله العظيم أنا مصدقة نفسي يا حسن. حاسة كده إن أنا طايرة من الفرح. طب ايه رايك بقى ان انا مش هقفل غير لما تقوليها تاني؟ مش عايزه برضو؟ عادي هقولها انا. انا بحبك يا شيماء، بحبك قوي والله. وأنا كمان بحب. عارفه يا بت، انا بحلم باليوم اللي هنكون مع بعض في بيت واحد وهيتقفل علينا باب واحد ويعني فاهمه. خلاص بقى يا حسن، والله العظيم أنا بتكسف. مكسوفه من ايه؟ وانا ما انت هتبقي مراتي. يعني مكسوفة من كلامك يا حسن بصراحة. وأنا كمان بصراحة يعني مش قادرة استنى ونفسي نبقى سوا. طيب يا صح، ماشي يا حبيبتي. سحر، قابلك بقى بكرة إن شاء الله. يبقى كده. ماشي خلاص، سلام. واخبار سحوره ايه بقى يا شيماء؟ اصلك قلقت عليها فجاه كده. كويسة، بتسلم عليكي. هاتي فلوس. يا بنت هو انت مش بتشتغلي ولا هي فلوسي فلوسك وفلوسك لنفسك؟ فلوسك هي فلوسي. الا بقى لو انت عايزين اروح اقول لبابا على فيديوهات. طب ما انا كمان ممكن اقول لبابا، انت كمان عندك صفحة. بس صفحتي مش زي صفحتك يا حبيبتي. ها؟ هو اللي عايزة كام يا نسمة؟ 500 جنيه. لا ده انت عبيطة بقى، هما 100 جنيه. 100 جنيه يا شيماء؟ ايوه. لا يا حبيبتي، الارقام دي كانت زمان، ولو انا كنت بقبل بالارقام دي زمان فعشان انا كنت مغفله وعبيطه وهبله. بس انا دلوقتي اتغيرت. النسمه بتاعت دلوقتي غير النسمه بتاعت زمان خالص يا شيماء. 500 جنيه صافي. عمل يا حمديه، عمل. حد غيري دلوقتي كان رامي عليك اليمين. وبعدين ايه اللي رجعك تشتغلي في البيوت تاني؟ ها؟ انا راضيه بحكمك يا اخويا، انا راضيه باي حاجه تقولها، بس بلاش سيره الطلاق الهي لا يسيئك. بلاش سيره الطلاق، موتني اهون يا اخويا، موتني والنبي. انا مش طايق ابص في وشك. انا ازاي عشت معاك العمر ده كله؟ انا مش فاهم. انا اللي كنت فاكر انك بتاعت ربنا، كنت مغفل. يعني لولا مشيت وراكي بعد ما الفار لعب في حبي ما كنتش عرفت انت بتعملي ايه. انا لولا خايف على البنات كان هيبقى ليا معاكي تصرف تاني. بصي، من هنا ورايح لسانك ما يخاطبش لساني. البيت ده ما تخرجيش منه لا نهار ولا ليل لحد ما اصفالك، ده اذا نفع. سامحني يا فتحي. يا نهار اسود، صدقي بالله انا خايف انام جنبك.